كونك سالت نفسك ليه روكس بالذات عملت نجاح في السوق المصري مع انه براند واحد روكس وموديل واحد 01، ايه الموضوع؟ خلود هيقول لك. الشعب المصري بيعشق العربيات البوكسي، والروكس 01 ملكة العربيات البوكسي، وبوكسي والشكل كبير جدا، ومع ذلك بتقنية الريف بتولد فوق ال 470 هورس باور. واحنا كشعب مصري بنعشق ان احنا نفتح الشنطة بالورب كده مع الاستبن. اتفضل في الصالون. وصالون الروكس 01 كبير قد الدنيا، يا اما 6 سيتر يا اما 7 سيتر، والقعدة في ال 7 سيتر الكنبة الأخيرة مريحة ولذيذة، وفي ليج روم معقولة جدا وهيد روم وتكييف وفتحة يو اس بي وكاب هولدر وبانوراما كبيرة قد الدنيا، وفي بانوراما صغيرة قد الدنيا الصغيره قدام هنا للدرايفر والباسنجر سيت. روكس بتتميز بالصف الثاني من الكراسي ان هو مريح جدا وسيبريتد سيز معاه ارم ريست، وفي سيت هيتنج وفي مساج وممكن يتقلب شازلونج، والمساج ده حدوته. قدامك تحت في شاشه صغيره قد الدنيا الصغيره فيها التكييف والسيت هيتنج، وفي النص هنا بقى شاشه كبيره قد الدنيا تتحكم فيها في كل حاجه بقى، كامبينج بقى وتوصل الموبايل وتسمع حاجات. هو ماتش كام؟ استنى بقى عشان عاليه قوي. والقعده قدام عاليه ومميزه جدا عشان المقابض تحس ان انت راكب دبابه. اما تجربه السواقه بقى فمختلفه شويتين عشان كبيره وطويله وشغاله بتقنيه الريف، وفيها مواتير كهرباء سموث وسريعه، وفيها 6 كاميرات و17 رادار عشان يساعدوك في السواقه. ده شكل الكونسول، والتابلو اللي عامل شبه الداشبورد ده مختلف ومميز، والمرايه دي فيها كاميرا دايما شغاله. شبكه الروكس مميزه جدا ليها، والليدات دي تحفه بالنهار وبالليل حدوته، وحرف ال المقلوب ده مكمل كمان ورا وبرده بالليل تحفه. الروكس بقى موجوده بشكل حصري عند نور الدين الشريف، موديلات 25 و26 وصيانات وليله.